اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. واخيرا يا شباب رجعنا بفيديو جديد، فيديو زيادة متابعين الانستغرام. طبعا يا شباب من خلال استطلاع الرأي اللي سويت لكم على قناتي على التليجرام، طلبتوا مني اسوي لكم سلسلة زيادة متابعين الانستغرام من الصفر الى 10 كي. تمام، ان شاء الله احنا مستمرين وياكم بهذه السلسلة وبزيادة المتابعين. راح يكون نشر يعني شبه يومي بهاي السلسلة، وان شاء الله راح تدخلون ال10 كي باقرب وقت. اللي ادمكم يا شباب تشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات. وهاي قناتي على التليجرام، رابطها راح تلقونه اسفل الفيديو بالوصف، مثل ما جاي تشوفون وزع بيها حسابات وثغرات واكواد وكل شيء. تمام، اللي حاب يجي وينضم ويانا بقناتي على التليجرام اهلا وسهلا. ويلا ننتقل للشرح ونرجع لكم على طول. طبعا يا شباب رابط هذا الموقع راح تلقونه اسفل الفيديو بالوصف او بقناتي على التليجرام بعد ما تدخلون القناة. تمام، بالبداية تضغط على مقدمة اللي هي هنا حتى نسجل دخول بالموقع. مثل ما قلت لكم يا شباب انه من خلال تجربتي الطويلة لهذا الموقع تأكدت او اقدر اقول لكم انه هذا موقع يعني ممتاز لرشق المتابعين، من حيث سرعة الموقع بالارسال ومن حيث مصداقية الارسال السريع. تمام، المهم راح اضيف اليوزر نيم والباسورد مالت الحساب الوهمي. طبعا المفروض عندك حساب وهمي على انستغرام تيجي تضيف اليوزر نيم والباسورد مالت الحساب الوهمي. فانا هسه حاليا راح اكتب اليوزر نيم والباسورد مالت الحساب مالت الوهمي بين قوسين، فلا تضيف حسابك الاساسي. طبعا يا شباب من تضيفون اليوزر نيم لازم تضغطون على صورة الحساب اللي راح تظهر لكم. ضفت الحساب الوهمي مالتي يا شباب. هنا احتمال راح تواجهنا مشكلة واحتمال ما راح تواجهنا مشكلة. تمام، فتحت عندي شنو المشكلة اللي راح تواجهنا. حاب يعني انوه على هذا الشيء. عمود لحد تقول ما شرحت عنه او شيء. شباب بعد ما تضغط على تسجيل دخول احتمال تطلع لك يقول لك راح نرسل كود ب6 ارقام الى البريد مالتك. انت البريد مالتك مثلا شنو؟ جيميل. تروح على البريد الالكتروني راح تلقى 6 ارقام تجي تلصقهن. هوت ميل تلصقهن. تمام، تروح على الجيميل مثلا اذا حسابك جيميل. المهم يا شباب طبعا هذين الاشياء اللي نقدر نرشقهم، مثل لايكات 100 لايك، متابعين نقدر نرشق 500. طبعا انا استخدم الموقع لشغلة متابع ولقيته حتى اتاكد انه الموقع بعده شغال، وارسال تعليقات وقصص انستغرام يعني مشاهدات ستوري ومشاهدات فيديو وكل شيء. تمام، هسه احنا اللي يهمنا بهذا الدرس او بهذا الفيديو ارسال المتابعين. طبعا بعد ما ضغطنا على ارسال المتابعين تنزل لي جواه تلقى لك اسم المستخدم، تحط اليوزر اللي تريد تشغله. تمام يا شباب، هسه راح اوريكم الحساب اللي اقدر اشغله. طبعا انا اليوم عندي عندي مسابقه قناتي على التليجرام كل يوميه اسويها، فانتم من تنضموا القناه راح تفتهمون المسابقه اكثر. هذا الحساب اللي راح اوزع عليهم بهذه المسابقه، بس راح اخذ اليوزر نيم مالته حتى ارشغله. يعني كل يوميه بقناتي على التليجرام لكم مسابقه، من تدخلون للقناه راح تفتهمون المسابقه. راح نضيف اليوزر مالت الحساب اللي نريد نشغله، يعني حسابكم الاساسي. تحط البحث عن المستخدم. اوكي، تنزل لي جوا هذا هو الحساب طلعت الصورة. مثلا راح اشغله 300. اوكي شباب 300 متابع راح نرشغل الحساب. تنتظر انت حد ما يقول لك تم الارسال او تطلع لك علامة الصح هنا جوا. شوف يا شباب ناجح. هنا انت تنتظر هسه نرشغل الحساب. طبعا شباب توقف الرشغ، ما اعرف شنو صار المشكلة، ف اضغط على 300 متابع. بدء التقديم. اوكي شباب هسه تنتظر هنا يقول لك ناجح، فراح نروح على حسابي على الانستغرام ونشوف المتابعين. شوف يا شباب المتابعين جاي يجون للحساب، فتنتظر بعض الوقت لحد ما يوصل للمتابعين للحساب. وهذا كل شيء يا شباب بفيديو اليوم. اتمنى ما اكون طولت عليكم، ولهنا وصلت المقطع. اتمنى انكم استفدتوا. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.